تسليما كثيرا حميدا مزيدا. يا أيها الذين غريب بسيط أبو الحمد، مدير إدارة شركة النصر للبترول التنمية البشرية والتدريب. والله بالنسبة للموقف القديم ده يعني حاجة لا تسر عدو ولا تسر حبيب، وبرضه الواحد مش عارف يعني ازاي المحافظة سكت عليه لحد دلوقتي. برشام جوه بيتضرب فيه، حقن وماكس وحاجات من دي بتتضرب فيه، أطفال شوارع مليانة فيه وحاجات يعني كتير، يعني حتى حاجات يعف اللسان على انه يذكرها. انا يعني من رايي ان اذا كانت المحافظه مش قادره تقوم بيه ولا حاجه، تديه لشركه، تديه لاي مستثمر انه يعمل حاجه كده نظيفه تسر البلد وتنظفها. اتفضل. دكتور علي السويسي، أستاذ الفنون بجامعة السويس. الحقيقة بالنسبة لموضوع موقف ال40 اللي كان موقف الأتوبيسات قديما، احنا بقالنا سنين طويلة من ساعة ما أخلي هذا الموقف واتنقل لمكانه الحالي في طريق السويس، واحنا بننادي بتحويله إلى مؤسسة ثقافية. منطقة ال40 بالكامل وهي اللي فيها الكثافة السكانية الأعلى في محافظة السويس بتفتقد تماما للخدمات الثقافية. الموقف دوت موجود بجواره الجمعية الشرعية، وتخيلوا الجمعية الشرعية اللي اكتشفنا أخيرا ما تبث من أفكار في وجدان الشباب واخداهم في سكة اللي يروح ما يرجعش، جنبها مبنى يصلح أن يكون مؤسسة ثقافية تنويرية تستطيع انها تلعب دور مهم جدا 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 في اعادة بناء الشخصية المصرية في قلب السويس. احنا شبابنا اللي كما لو كان دون كيشوت اللي بيحارب طواحين الهوى، محدش بيساعده. الراجل بيتكلم على الشباب وتجديد الخطاب الديني، وان احنا نغير الخطاب الديني. احنا سايبين شبابنا للمؤسسات الدينية السلفية العقيمة اللي خدتهم للخلف عشرات بل مئات السنين، وعندنا فرصة ان احنا نحول مبنى زي ده مبنى متكامل وحالته الانشائية هايلة جدا، وفي مساحة يتعمل فيها مسرح روماني، وفي مساحة يتعمل فيها كل الأنشطة الثقافية. سايبين شبابنا نهبا لهؤلاء السلفيين المتخلفين. يا سيادة المحافظ، خد قرار بتحويل هذا المبنى، مبنى الموقف القديم، لمؤسسة ثقافية، زي ما خدت قرار بتحويل اسم ال40 لمتحف للمقاومة الشعبية ومتحف للثورة وما تنفذش لغاية النهاردة. يا سيدي خد القرار وما تنفذوش، بس على الأقل نضمن إن المبنى محدش يستولى عليه، ننظفه من اللي بيحصل فيه. المبنى النهاردة يا سيادة المحافظ ويا مسؤولين السويس أصبح مأوى للخارجين على القانون، مأوى لممارسة أشياء كثيرة جدا. وبدل ما احنا ناخد الشباب هناك ونستوعب طاقتهم ونوجهها صح، لا، الشباب جوه المبنى ده روحوا شوفوا الممارسات الوضيعه اللي بتمارس داخل هذا المبنى. غريب ربيع مقلد، ناشط سياسي، بخصوص ارض موقف الاتوبيس شرق الدلتا اللي كانت موجوده في ال40. بعد نقل طبعا الموقف، وعمل موقف راقي جدا في مدخل السويس، فتم نقل موقف البيجو، وارض موقف البيجو دلوقتي فاضيه خالص، وطبعا عليها شويه تعديات بسيطه وممكن يتم ازالتها. انا بتمنى لتطوير السويس ويبقى فيه ميدان ال40، وده كان ايام المحافظ عبد المنعم هاشم، سياده اللواء عبد المنعم هاشم كان بيتكلم في الموضوع دوت، ان كانوا عايزين يعملوا السوق وباع جائلين في ارض موقف الاتوبيس، والراجل رفض وقال وجهه نظر محترمه جدا ساعتها. قال يا جماعه انا همشي وهيجي اللي غيري وهيجي غيري، انا عايز اعمل حاجه للسويس مهمه جدا، انا مش عايز اعمل ديت اي حاجه غير ان هي يتم ازالتها، وهي بتوسعه، هي ارض موقف الاتوبيس وارض موقف البيجو، مع ازاله المحلات اللي واخده لغايه قصر الشوق، تمام، وتعويضهم التعويض المناسب جدا عشان ما نبقاش بنضر اي حد، تعويض المناسب جدا، ويبدا